هذه الآية. طبعا والمعنى الأخير الذي أيضا لازم نلتفت، لأنه الآية أضافت الشعائر إلى الله، ومن يعظم شعائر الله، يعني مو بكيفكم تضيفون شعائر ولا بكيفكم تضيفون مشاعر، الكلام عام، شعائر ومشاعر. هذا الذي نسمعه كل يوم، وطالعة النهاي بنت الحسن، وذاك ابن الكاظم، وذاك مدري ايش. لا، هاي بدع في الدين، بدع في الدين. وين كانت بنت الحسن والسا طلعت وراء 1400 سنة؟ وين كان ابن الكاظم والسا طلع؟ والناس مع الأسف هم سذة جهلة طيبين، هم قبل تلقاهم قامت تجر السيارات لهناك، وقام يحنون هذا المرقد، وتهدى النذور إلى صارت تجارة. قام كل من هي خوش شغلة، هاي خوش شغلة بالباطل مو بالحق مع الأسف. وشنو الدليل عليه؟ والله فلان مرة شافت بالحلم كان اكو طفلة مدفونة هنا، والله وهذا حجة، هذا دليل، هذا أمام الله تعالى. أن مرة شافت بالمنام فالطفلة مدفونة هنا، ورأسا سوينا عليه قبة خضرة وحنيناها وقلنا هاي بنت الحسن. ما يصير. أو كذلك بعض البدع بالأفعال التي يقوم بها البعض، هو يعني ما اتهم بحسن نيته، هو يريد أن يظهر محبة لأهل البيت سلام الله عليهم، يريد يظهر ولاءه، يريد أن يقدم المزيد لأهل البيت على العين والرأس، لكن يجب أن يكون بالشكل الذي ضمن الإطار العام الذي وضعته الشريعة. الآية ما قالت ومن يعظم الشعائر، وتركتها حتى كلمة كيف يضيف. ومن يعظم شعائر الله مرتبطة بالله ضمن الإطار الذي وضعه الله تعالى. هذه الحالة التي نسمعها من كبسة وقبور وهمية طالعة مدري منين في سائر المحافظات، يعني أو ربما قلنا بعض الفعاليات بالشعائر التي تضاف اللي ما لها جذور ضمن الأطر الشرعية، ضمن الموروث عن أهل البيت سلام الله عليهم. هاي ليست داخلة في هذه الآية. الآية تقول ومن يعظم شعائر الله، فلا بد أن نعمل ضمن هذا الإطار. أسأل الله تعالى أن يوفقكم للمزيد إن شاء الله من طاعته في هذا الشهر المبارك، شهر رجب، من أيام الله التي أمرنا الله تعالى بأن نذكر بعضنا بعضا بها. نسأل الله تعالى أن يوفقكم لإحياء شعائره ومشاعره، ويمن عليكم بتقوى القلوب كما أفادت الآية. فخير الزاد إذن هو التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه باب من أبواب التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نحن ما رحنا إلى العالم الآخر حتى نسألهم يا أبا أنتم رحت العالم الآخر شفتوا شنو أحسن شيء الإنسان يقدم لذلك اليوم؟ ما ندري، عالم غيب بالنسبة لنا، واليموت ما يرجع حتى يخبرنا. فشلون ندري شنو أفضل شيء الإنسان يأخذه إلى ما بعد الموت إلى يوم القيامة؟ ما نقدر ندري، من نعرف إلا أن الله تعالى يخبرنا بذلك، يقول وتزودوا احملوا زادكم لهذا السفر فإن خير الزاد التقوى. هذا هو الزاد الذي تصحبوه معكم. أما نحصل التقوى، هاي الآية تدلنا عليها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من. والحمد لله رب العالمين.